ماشي يا جماعة، رسميا كده عودت العلاقات بيني وبين كل لعيبة الدوري الإنجليزي ما عدا جاكسون العاق. شكرا. أهلا بيكم، معكم محمد السيد في حلقة جديدة من FBL درافت. احنا خلصنا الأسبوع السادس، جولة بصراحة غريبة عجيبة. يعني شفنا فيها شقلباظات كتير كده ما كانتش متوقعة. الناس اللي جابت أكتر نقط كانت الناس اللي ماتشاتها صعبة يعني مش مستني، محدش مستني منها إن هي تعمل كده. ميتوما صب، نزل يجيب جولين. ماتش ارسنال وتوتنهام، سون وساكا وماديسون هما اللي يتألقوا ويعملوا كل حاجه في ماتش كان بين فرقتين كبار، ومفروض ان النقط في ماتش زي دوت ما تبقاش بالشكل ده. هو قلنا الماتش هيبقى مفتوح جوان كتير بس مش للدرجه دي. ماتش نيوكاسل 8-0. دفاع نيوكاسل بصراحه، تريبيه وصحبته الحلوه اللي ورا قاموا بالواجب والزياده. برنوجون، بوتمان اللي ما كانش هيلعب وكان في تسريبات ان هو ما سافرش اصلا، يدخل السكواد ويجيب جول وكلين شيت. تريبيه هاتريك اسيست. يعني مش عارف بصراحة الجولة دي ايه. الفارز اللي كل الناس راحت جابته واللي هو المفروض اكتر واحد الناس اشتريته الاسبوع ده يطلع بلانك عشان السيتي اتطلب منها لعيب والماتش اتقلب وجوارديولا بص كده في ال11 قال لك لا، هو الفارز هو اللي هيطلع علشان نعدل الميلة. بصراحة اسبوع عجيب. انا الاسبوع ده جبت 85 نقطة، والله ما كنتش متوقع ان انا اجيب نصهم بصراحة. يعني هي تعتبر ضربة حظ، يعني الموضوع ان انا يكون عندي ساكا وماديسون وسون في ماتش توتنهام وارسنال ويعملوا العظمة اللي هم عملوها دي هي كانت سوء تخطيط. ان انت تحط ثلاثة ان انا يبقى عندي ثلاثة في الماتش ده، انا ما عرفتش احركهم لان كان في مراكز تانية اولى ان هي تتغير، زي ان انا اجيب الفاريز او ان انا اجيب حد من دفاع نيوكاسل. وحصل اللي حصل ان الفاريز عندي جبته بلانك، لكن بوتمان اللي انا جبته بالماينس جون وكلين شيت. بصراحة يعني حاجة جميلة. اجمالي كده جولة كويسة، انا طلعت كسبان بشكل كبير. الجولة دي اتقدمت حوالي 1.5 مليون مركز. ابتديت اخش في الجيم تاني. طبعا في ناس مش هتكلم عليها لان هي خلاص، انا بالنسبه جاكسون يعني هو انا صبرت عليه كتير قوي لدرجه ان هو قال لي يا عم مشيني، يا عم انا هاخد انذار كمان علشان نضمن ان انا مش هلعب الماتش الجاي وتمشيني بكرامتك. انا خلاص يا عم انا همشيك جاكسون، انت بره التشكيله خلاص، شكرا. عملت اللي عليك يا باشا، روح شوف طريقك، وان كل واحد يشوف حاله فينا وربنا يكرمك بعيد عني. وعارف ان هو هيتألق، يعني زي ما بعت فودن واتألق، زي ما صلاح بقى متألق على طول، زي ما جواو بيدرو تألق، زي ما ريتشارلسون في ماتش جاب جون واسيست، انا عارف. بس يلا. ف خلصنا كلام عن الاسبوع اللي فات والنقط الحلوه اللي جبناها. نتكلم بقى عن الماتشات ماتش ماتش كده ونشوف ايه اللي لينا وايه اللي علينا في الماتشات اللي فاتت. في ماتشات هيبقى كلامي عنها خفيف لا تستحق الذكر، ماتشات حاجات كده اللي هي ايه، ابتدت وخلصت ومحدش حس بيها. اول ماتش ابتدى بيه الاسبوع كان ماتش كريستال بالاس وفولهام. طبعا ده من الماتشات اللي ابتدت وخلصت ومحدش حس بيها. الماتش خلص 0-0، ماتش متكافئ جدا. طبعا كالعاده فولهام ما جاش فيها جوان، يبقى السبب في تألق وهو اكتر واحد نفعهم هو لينو قدر الماتش ده كلين شيت و3 بونص وعمل 3 سيف، قدر ياخد عليهم نقطه. الناحيه التانية في كريستال بالاس ادوارد ما عملش حاجه. ايزي اللي كنت مستني ان هو يعمل الاسبوع ده وقلت ان ممكن الاسبوع ده يكون عوده ايزي تاني، بس برضو ما حصلش. آه مش عارف الموضوع ماشي ازاي بالنسبه لكريستال بالاس والفريق هيقدر يصد مع اللي جاي ازاي. بس اعتقد ان الفريق هيواجه صعوبه شويه، خصوصا ان هو كميه نسبه اهداف قليله قوي. اندرسون مدافع كريستال بالاس عمل كلين شيت برضه، وبكده اصبح اندرسون من اكتر المدافعين اللي جايبه نقط السنه دي.
والراجل ده احنا اتكلمنا عليه من الاسبوع التاني او التالت، ولا كان فضل عندك لحد دلوقتي كنت هتلاقي ان هو جايب لك كام نقط كويس. ف ماتش ابتدى وخلص ومحدش حس بيه وما استفدناش باي حاجه. بعد ما خلصنا الماتش ده دخلنا على ماتش لوتون وولفز اللي هو كان بيتلعب في نفس الوقت. لوتون تاون وولفز، الماتش كان على ملعب لوتون تاون. اعتقد ان ده اللي ادى الفريق دفعه ان هو يلعب كويس الماتش ده. الماتش خلص 1-1. الغريب يعني ان لوتون تاون هي اللي لعبت احسن الماتش ده. استحواذها على الكوره كان 57%. وولفز كانت نسبه استحواذه قليله، هجماته كانت قليله برضو جدا. لوتون تاون كانت هجماته اكتر بكتير. قلنا في حلقه التوقعات للاسبوع ده نيتو هيبقى ليه دور كبير الجوله دي وهيقدر ان هو يعمل حاجه. وده اللي حصل فعلا، ان نيتو قدر ان هو يجيب جون، وكان هو اكتر واحد في فرقه وولفز، هو اللي باين وهو اللي كان بيعمل كل حاجه. هنتكلم دلوقتي على لوتن تاون اكتر شويه لان لوتن عندها دبل الاسبوع الجاي. فقلنا برضو في التوقعات ان موريس مهم جدا. ممكن تجيبه دلوقتي وتسيبه الاسبوع اللي جاي بتاع الدبل. عندهم ماتش مع ايفرتون وبيرنلي ودي حاجه كويسه. والراجل الماتش ده لما لعب بصراحه اثبت لنا ان هو ممكن يعتمد عليه الاسبوع الجاي، وممكن يكون كويس جدا كاوبشن للكابتنه لو انت بتفكر تعمل حاجه ريسك. فنتكلم اكتر عن موريس اللي الجوله تالق في الجوله دي. موريس عمل 3 تسديدات، 2 منهم على الجون، وقدر ان هو يلمس الكرة جوه منطقة الجزاء 7 مرات. جاب جون من ضربة جزاء. اداء كويس يعني. هو كان يعتبر هو نجم الماتش بالنسبة لفرقته. من الناس اللي تألقت برضو في لوتن تاون هو عيسى كابوريه، اللي هو قدر ان هو يعمل ضربة الجزاء. الراجل قدر ان هو يعمل 3 فرص محققة للتسجيل. فدي حاجة بتورينا اللعيبة اللي في لوتن اللي ممكن نعتمد عليها في الماتشات الجاية، وخصوصا ان الماتش الجاي زي ما قلنا عندهم دبل. تالت ماتش هو ماتش برينتفورد وايفرتون. طيب الماتش ده طبعا كلنا ما كناش مستنيين منه النتيجة دي، كنا ماسكين حاجة تانية، بس الماتش ده خالف التوقعات. 3-1 لإيفرتون. الاستحواذ كان لبرينتفورد. ايفرتون قدر ان هو يخلص الماتش مع ان الهجمات الاكتر فعلا كانت لايفرتون. ايفرتون بانت خطورته الماتش ده. يعني انا شفت ايفرتون ابتدى يلعب الكرة اللي شون دايش هو بيجي يلعبها، اللي هو متسيستم عليها. بقى عنده مهاجم طويل اللي هو بيتو دوكوري بيكمل معاه جوه ال 18، بيلعب كور طويله من ورا، يا اما واحد بيسند يا اما واحد بيتحرك ويشوط هو. وده اللي حصل في كوره الجون وحصل في الكور اللي ضاعت. الفريق قدر ان هو يعمل كم فرص كبير قوي الماتش ده. وصلوا ان هم عملوا اكتر من 18 هجمه. اكتر ناس كانت متألقة الماتش ده هو طبعا تاركوفسكي المدافع. راجل كويس جدا، عمل جون واسيست. هو التارجت مان في الكور العاليه وفي الضربات الثابته. الكره بتتلعب عليه، يا اما هو بيسندها لحد يلعبها هو، يا اما هو اللي بيلعب الكره. تاركوفسكي حط في دماغك مدافع لازم تفكر فيه لما ايفرتون تيجي تلعب ماتشات سهله او يبقى عندها ران ماتشات يعني ممكن يجيبوا منها نقط. الراجل ده غير ان هو ممكن يعمل كلين شيت ان هو بيشارك في الكور العاليه بشكل كبير جدا وممكن يفيدنا. من الناس المفيده جدا برضو في ايفرتون الماتش ده كان ماكنيل. آه حركي جدا، قدر ان هو يبين برضو ان هو ممكن يعتمد عليه في طريقه اللعب دي. هو بيلعب الكور الثابته وهو بيسقط كور جوه ال 18 الكتير، وده بيساعد ان هو يعمل كذا اسيست. مهاجم بيته الجديد بتاع ايفرتون ضيع كذا كوره بس كويس. كالفرت لوين لما نزل هو اللي جاب الجون. مش عارف مين فيهم اساسي، هل هيلعب بالاثنين مع بعض ويلعب ال4-4-2 بتاعته الشوندايشيه الجميله. لسه برضو كل ده هيبان اكتر لان الفرقه هتحس ان هي ابتدت تخش في رتم الدوري اكتر. ماتش ارسنال والماتش ده يعني مستواهم كان كويس. في كمان هنتكلم من الناحيه التانيه برينتفورد سيئه جدا. برينتفورد الماتش ده مش عارف الفريق اللي حصل له، يمكن عشان طريقه لعب ايفرتون الدفاعيه جدا هم ما قدروش يوصلوا للجون. لان اعتقد طريقه لعب الفريقين قريبه من بعض، كور طويله كلها ولعب متكتف في نص الملعب. مبويمو ما بانش خالص، ما عملش اي حاجه، لا كان بعيد جدا. ويسا نفس الكلام. الكل كان مستني من الاتنين دول ان هم يعملوا حاجه الماتش ده، بس للاسف بلانك الاتنين مع بعض. وعدى ماتش ايفرتون وبرينتفورد. كده الماتش المان سيتي ونوتنجهام فورست. الماتش ده كان فيه ظروف خاصة. السيتي الشوط الأول 2-0، ماتش سهل جدا، الدنيا مفتحة، ممكن يخلص سكور 4-5-6. الفاريز بيشوط وفودن جاب جون وبيشوط وهالاند جاب جون والدنيا ماشية معاه عسل لحد ما أول الشوط التاني رودري اتطرد. جوارديولا بص كده زي ما قلنا على 10 اللي في الملعب، قال لك لا،
هات لي الفاريز علشان انا مطلوب مني واحد وعايز اقفل واكسب. وطلع الفاريز الدقيقه حاجه و50 بلانك بنقطه واحده جميله. وكملنا الماتش، السيتي كملت الماتش في هذه الظروف العصيبه، وكسب الماتش 2-0 وخلصوا بالكلين شيت. كده السيتي اكتر فريق عامل كلين شيت في الدوري لحد دلوقتي، 3 كلين شيت في 6 ماتشات. ما علينا بالكلين شيت لان الاسماء بتتغير، الناس اللي عندها اكي ما لعبش، جفارديول هو اللي لعب الماتش ده. وبعد كده بعد الطرد اكي نزل لعب، اكانجي لعب، وولكر لعب كلين شيت واسيست وقدر ان هو يجيب 11 نقطة. آه، طبعا فودن تألق طبعا وهو اللي جاب اول جون لان انا مشيته وجبت مكانه الفاريز اللي طلع، يعني عادي بتحصل معايا الكلام ده فمش جديد. هالاند طبعا كالعاده قدر ان هو يجيب جون، جات له كذا فرصه يعني هالاند الماتش ده. كان ممكن يطلع اكتر من كده. طبعا برضو زي ما قلنا وهنعيد ان الطرد هو اللي فرق مع مان سيتي الماتش ده. طبعا استحواذ السيتي ما كانش هو بالنسبه اللي احنا متعودين عليها، لا كان حاجه و50%، كان 58 تقريبا، كانت نسبه متقاربه. حتى هجمات نوتنجهام فورست كانت اكتر، وبالذات في اخر 10 دقايق نوتنجهام قدر ان هو يوصل لجون كتير قوي، بس قدر صنع دفاع السيتي قدروا ان هم يحافظوا على الكلين شيت. السيتي ماتشه الجاي مع وولفز اعتقد ماتش سهل. كابتنة هالاند طبعا حاجه ما فيش كلام عليها. مش عارف الروتيشن ممكن يحصل فيه ماتش وولفز، برضو من الماتشات اللي جوارديولا ممكن يفكر ان هو يريح الناس فيها. هنتكلم على اكتر ان شاء الله الحلقه الجايه في التوقعات. بس ما علينا بماتش مانشستر سيتي، خلاص الماتش خلص وعدى. طبعا اللي عنده الفاريز حصل خير، ما تقلقش. السيتي لسه ماتشاته اللي جايه، الفاريز من الناس اللي بتتالق قصاد الفرق السهله قصاد الفرق الصعبه. راجل بيثبت ان هو كفء في المركز اللي هو بيلعب فيه، معاه حاجات كتيره الفاولات، بيشارك في اللعب بكتير. فلو ما تألقش الاسبوع ده اعتقد ان هو الاسبوع الجاي، واصبر عليه شويه. اخر ماتش كان يوم السبت، هو كان ماتش بصراحه رخم، ماتش يتم، ماتش اللي هو تتفرج على 10 دقايق منه تكره حياتك. هو ماتش مان يونايتد وبيرنلي. الماتش ده خلص 1-0 بالعافيه. طبعا اليونايتد كان سيء جدا، خلص الماتش بكلين شيت. ونانا قدر ان هو يسكيور الكلين شيت في الاخر. بعد كام ماتش كان اونانا مستواه سيء جدا، قدر ان هو شويه يعني يظبط شويه الماتش ده. الهجوم بتاع اليونايتد سيء بصراحه، يعني برونو هو اللي جاب الجون من الكور اللي هي التيبيكال اللي بتخش في بيرنلي، كره طويله برونو او قبل ما تنزل قام شاطها دخلت. راشفورد طبعا اضاعه كام فرص، تحس ان هو ترجع راشفورد بتاع زمان اللي هو عايز يفضل يرقص 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 لحد ما يخش بالكره جوه الجون. والانتاجيه بتاعته قليله جدا عكس برونو، 4 شوطات الماتش اللي فات 3 منهم على الجون، قدر ان هو يجيب جون كمان. ممكن نتكلم برضو الماتش ده عن الراجل المحترم جون ايفانز، جاب جون واتلغى. عمل الاسيست بتاع الجون لبرونو وقدر ان هو ياخد الكلين شيت. الراجل لعب مكان فاران ولعب مكان الاصابات الكتيره لدفاع اليونايتد، وقدر ان هو يكون كويس رغم سنه. مش عارف دفاع اليونايتد يقدر يعمل كلين شيت ولا لا في الماتشات اللي جايه. الفريق من اكتر الفرق اللي بتستقبل لعب وبتستقبل فرص، مع ان الماتشات اللي جايه مش صعبه، بس ماتش سهل قصاد بيرنلي يخوف، خصوصا ان اداء الفرقه تلعب بالنتيجه بالطريقه دي واستحواذ على الكوره كان 38% بس. مش عارف ايه اللي ممكن يحصل مع اليونايتد بعد كده. اتمنى ادائهم يتحسن. راشفورد مش عارف برضو اصبر عليه ولا بيعه ولا افكر في برونو ولا لا. الراجل يعني مستواه برضو مش اللي هو متعودين منه عليه. بيرنلي عندها دبل الماتش الجاي، من الناس اللي ممكن تفكر فيها في بيرنلي هو العمدوني، يعني شايف ان هو مهاجم كويس، راجل بيتحرك بيشوط. هو اكتر لعيب باين عندهم، فممكن تفكر لو بتفكر تجيب حد من بيرنلي للاسبوع الجاي. دخلنا في يوم الحد وهنخش دلوقتي نتكلم على احسن ماتش بصراحه عجبني الاسبوع ده. هو ماتش ارسنال وتوتنهام، ماتش جميل، الكره رايحه جايه، فرقتين بيلعبوا ماتش متكافئ جدا. ماتش كان في ملعب ارسنال، قدر ان هو يخلص 2-2. ارسنال تتقدم توتنهام تتعادل، ارسنال تتقدم توتنهام تتعادل. في الاخر توتنهام كانت ممكن تكسب الماتش، في الاخر 10 دقايق ارسنال ضغط وكان ممكن يكسب في الاخر. احنا عارفين الارسنال في ملعبه في ماتشات كتير بيقدر ان هو يخلصها في اخر الدقايق. بس عموما كان ماتش كويس جدا، متقارب، نسبة استحواذ توتنهام كانت أكبر ونسبة فرص أرسنال كانت أكتر. يعني أرسنال كان أكتر فرصتين، حوالي 14 هجمة هنا و12 هنا. أنا ساكا
جون واسيست، والتلاتة البونص لان هو اكتر لعيب سدد في الماتش ده، اكتر لعيب شاط على الجون، اكتر واحد كان عامل محاولات. سون جونين، اسيستين من ماديسون. بصراحة بيثبتوا ان هم الثنائي الذهبي اللي جاي في بالنسبة لتوتنهام في الدوري الانجليزي، بعد ما سون وكين خلاص الثنائية دي اتفكت. فاعتقد ان ثنائية سون وماديسون هتبقى جاية وبقوة. ماتش توتنهام اللي جاي قصاد الليفر برضو فيه عنده شوية لخبطة في الدفاع. الناس دي ممكن تأدي قدامه، ممكن ان هي تعمل حاجة وبشكل كبير جدا. اعتقد ان هم ممكن نشوف تألق من هجوم توتنهام الماتش الجاي قصاد الليفر. نتكلم شويه عن الارقام. ساكا 3 شوطات في ماتش توتنهام، 2 منهم على الجون. قدر ان هو كده ساكا من اول 6 جولات 3 اجوان و3 اسيستات. ارقام كويسه بالنسبه لساكا. طلع بلانك مره واحده لحد دلوقتي. اعتقد ان هو من الناس اللي هي لو عندك فانت كده سكيور. الراجل كل اسبوع بيعمل حاجه تقول لك انا موجود. نفس الكلام بالنسبه لسون. سون في مركزه الجديد لعب 3 ماتشات، قدر ان هو يجيب 5 جوان. 3 في ماتش بيرنلي و2 في الماتش اللي فات قصاد ارسنال. فدي حاجه بتبين لك ان سون كمهاجم فتاك، خصوصا قصاد الفرق اللي بيكونش متكتله بتكون فاتحه الملعب اكتر. وبعد ما عدينا ماتش ارسنال نخش على ماتش ليفربول وويست هام. الماتش ده خلص 3-1 لليفر. اعتقد ان هو السيناريو بتاعه برضو كان معقرب شوية. ماتشات ويست هام كلها بتبقى مقفلة ورخمة، واعتقد ان الوضع هيبقى كده، ان لو الفرقة اتأخرت بجول بيبقى صعب ان هم يرجعوا. نفس الكلام اللي حصل في ماتش السيتي، 1-0 ويست هام، 1-1، 2-1، بعد كده الماتش فك اكتر بقى 3-1 لمان سيتي. وده اللي حصل الماتش ده مع ويست هام. ويست هام الاول كانت بتوصل للجول، يعني اعتقد ان برضو دفاع الليفر حاسه ضعيف ومفكك، يعني لسه مش عارف. وكمان ان ارنولد مش بيلعب، يعني مش عارف دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه لدفاع الليفر ان ارنولد ما بيلعبش. انا عارف طبعا ان هو مؤثر في الجهه الهجوميه، بس في الجهه الدفاعيه مش عارف بصراحه. والكوره مرتده برضو صلاح قدر ان هو يجيب ضربه جزاء، وبعديها الدنيا ابتدت تمشي شويه واستهام اتعادل. وبعد كده الليفر ابتدى يمسك الماتش شويه اكتر، فرص اكتر. داروين جات له كذا كوره لحد ما نونيز قدر ان هو يجيب جون كويس باسيست من ماكاليستر. ان هو خلاص كده حسينا ان احنا ابتدينا نقول ان الليفر قدر يثبت الاستراكشر الهجومي بتاعه بوجود دياز وداروين نونيز وصلاح. وبكده بقت الصوره واضحه بشكل كبير. صلاح برضو كان ممكن يطلع باكتر من اسيست الاسبوع ده، والسبب ان ده ما يحصلش هي اضاعه داروين للفرص السهله. جوتا قدر ان هو ينزل مكان دياز ويجيب جون. دياز برضو الاسبوع من الناس اللي قلت ممكن تبقى كويسه، لا بس جوتا هو اللي نزل هدف. طبعا وورد براوس الاسبوع ده بلانك، ما قدرش ان هو يعمل حاجه. بوين هو اللي جاب جون ويست هام. وبعديها طبعا دخلنا على ماتش من اكبر الخوازيق اللي احنا متعرض لها، وهو لعيبه تشيلسي. ماتش تشيلسي واستون فيلا في الستانفورد بريدج، ملعب تشيلسي. خلص 1-0 لاستون فيلا. جون اولي واتكنز اللي اخيرا جاب جون، اول جون واتكنز يجيبه في الدوري. كان ممكن الجون ده يبقى اسيست ديابي لو كان دخل من اول مره، بس اللي حصل ان هي اتشاطت، كولوين عمل لها بلوك وقام جه واتكنز مكمل على الكره تاني فدخل الجون. تشيلسي تستمر في مسلسل اعدار الفرص السهله جدا. ستيرلينج مثلا مضيع بتاع 3 فرص. جاكسون مضيع كورتين، يعني انا مش عارف اقول عليه ايه. وطبعا الانذار اللي بياخده كل مره بقى كده 5 انذارات، وجاكسون مش هيلعب الماتش الجاي. تشيلويل احتياطي نزل خد انذار ضيع انفراد، شكرا، 0 نقط. انا شايف خلاص لعيبه تشيلسي شكرا يا عم، انا مش عايز اجيب حد، انا مش هلعب يا عم بالناس دي يا عم، لغايه ما تشوفوا طريقه تلعبوا بيها كوره، لغايه ما تشوفوا طريقه تقدروا تكسبوا بيها. ممكن ساعتها افكر ان انا اجيب حد من لعيبه تشيلسي. بس بصراحه الوضع بالنسبه لهم صعب ومزري. رغم فرص تشيلسي الكتير اللي ضاعت، قدر استون فيلا انه يعمل كلين شيت. ايميليانو مارتينيز عمل سيفز كتير الماتش ده لان هو يتالق. نفس الكلام بالنسبه للوكاس دين. لوكاس دين على فكره كان ممكن يجيب جول، جات له كوره شاطها كده سانشيز طلعها بالعافيه. بس برضو دفاع استون فيلا بيستقبل كور كتير جدا، بيلعب دفاع متقدم، في انفرادات كتير قوي بتحصل على الفرقه دي. كويس ان الماتش خلص كده بالنسبه لاي حد عنده من لعيبه استون فيلا.
واي حد بيفكر او عنده ناس من تشيلسي، لا عيد تفكيرك تاني في الموضوع ده، وممكن تشيلسي نقول شكرا كده. ما رغم ان الفريق ماتشاته سهله يعني، انا ما ماشي ما علينا. الماتش برضو اعتقد ان هو الماتش ده عدى كده وجه ومحدش حس بيه، هو ماتش برايتون وبورنموث. احنا متفقين وزي ما انا بقول على طول، برايتون ما بتعملش كلين شيت. اللي عنده وست بنيان يجيب وست بنيان ان هو يساهم في اللعب قدام، يعمل اسيست او يعمل اسيستين او يجيب جون او يعمل اي حاجه. انما برايتون ما بتعملش كلين شيت وكالعاده. طبعا الماتش ده الجون اللي جه في برايتون غلطه في تحضير اللعب، قدر ان هو يخطفها من الجون فيربرجن اللي هو الجون الاحتياطي بتاع ستيل في الروتيشن معاه. وانجي سولانكي حط الكرة على طول، الماتش 1-0 لبرايتون وتمام. بعديها قدرت برايتون ان هي تتعادل. بعد كده ميتوما نزل اول الشوط الثاني، قدر ان هو يجيب جون. لعبه حلوه بينه وبين فاتي اللي هو بالمناسبه كان اداؤه كويس الماتش ده، واعتقد ان الراجل ممكن يبقى اوبشن نفكر فيه بعد كده. والجون الثاني اوفر من اوستبينيان، قدر ميتوما ان هو يحطها. طبعا برايتون من اكتر الفرق اللي بتعمل فرص، ومن اكتر الفرق اللي بتروح على الجون وتعمل هجمات وبتعمل استحواذ. بس في نفس الوقت برايتون من اكتر الفرق اللي دفاعها ضعيف واللي بتستقبل كور. لولا تألق الجول كيبر الماتش ده كان ممكن الماتش يكون فيه جوان اكتر من كده بالنسبه لبورنموث. شايف انه سلانكي من بورنموث برضو اختيار كويس ممكن تفكر فيه. لا برايتون مش عارف مين بيلعب مين ما بيلعبش، الروتيشن بتاعهم واسع، والديزيربي بيحط اي حد بيلعب مكان اي حد عادي. هو بالنسبه له اللعب زي بازل، بيشيل اي حد وبيركب اي حد مكانه وبيأدي نفس المهام. هنخش دلوقتي على اخر ماتش الاسبوع ده، وهي التمانية بتاعه نيوكاسل في مرمى شيفيلد. بص انا قلت في الحلقه ويلسون، تريبيه، وبوتمان، وقلت يا سلام يا سلام لو عملت الدبل الدفاعي من نيوكاسل. وده اللي حصل فعلا. نيوكاسل تكتسح الملعب 8-0، يعني عملت كل حاجه في شيفيلد وجابت فيها جوان بكل الطرق. الجون اللي جه بدري فتح الدنيا قوي لدفاع شيفيلد، وقدرت نيوكاسل ان هي تعمل كل حاجه. بوتمان، بيرن، جونين يعني، وكلين شيت، حاجه كويسه جدا. تريبيه هاتريك اسيستات، اتنين من لعب ثابته، فاول وكورنر. من الناس اللي عجبتني الماتش ده جدا هو جوردن. جوردن قدر ان هو يجيب جون واسيست. الراجل ابتدى يخش في اللعب مع نيوكاسل لما ابتدى يلعب اساسي. دلوقتي ابتدينا نشوف منه قوه وانتاجيه في اللعب اكتر. ماتشات نيوكاسل اللي جايه سهله، ممكن تبتدي تفكر فيه. ويلسون قدر ان هو يجيب جون. انا قلت ان ويلسون هو اللي هيبقى الاساسي في الدوري، لان غالبا الروتيشن هيخلي ايزاك هو في التشامبيونز ليج اكتر، وويلسون هو اللي هيلعب في الدوري. ده جاب جون. ايزاك لما نزل برضو قدر ان هو يجيب جون. الميرون رجع برضو كده جاب واحده. برونو جيمرايش جاب. اعتقد السكواد بتاع نيوكاسل كله قدر ان هو يوصل للجون، اللي حتى عمل كلين شيت. فانت لو عندك تقريبا اي حد من نيوكاسل فاعتقد ان انت الماتش ده كسبان، ما بالك لو عندك دبل دفاعي بقى من عندهم. ماتشات نيوكاسل اللي جايه كويسه، فكر اكتر في الناس اللي من عندهم. ممكن لو عايز تزود من عندهم زود، يعني هي تورته واللي يلحق منها. آه اعتقد الماتشات السنه اللي جايه هتخليهم برضو يدخلوا في اللعب اكتر ويجيبوا نقط اكتر. آه وبس كده، دي كانت كل حاجه عن الاسبوع الجميل ده. اعتقد ان هو اسبوع كان كويس، اغلب الناس جابت فيه نقط. ولو انت ما جبتش نقط الاسبوع ده، ما اعتقدش ان انت تشكيلتك مثلا وحشه او محتاجه تفكر، لان كل اللي حصل الاسبوع ده كان اغلبه حاجات مش منطقيه. فبس كده، ونتقابل في التوقعات الاسبوع السابع، وشكرا.